سلام، كنتمنى يلقاكم هاد لا فيديو على خير وبخير، ومرحبا بكم معايا في مطبخ خديجة مكي في وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نقترح عليكم اسهل وآلة بسبوسة بحجم عائلي ممكن تحضروها، اللي كتجي اكثر من رائعة بمقادير صراحة الله سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل بيت. ممكن تحضروها في اخر لحظة كتوجد معنا، كتجي خفيفة بزاف ومشربة. ندوزو على بركة الله المقادير والطريقة ديال التحضير. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 250 غرام ديال السميدة رقيقة ديال الحرشة، تقريبا 2 كيسان ونص ديال السميدة، واحد الكيس ديال الفاني، 2 اكياس ديال خميرة الحلويات بيكين باودر، كأس الا ربع ديال زيت المائدة، كأس الا ربع ديال سنيدة، وكأس الا ربع ديال الحليب، واحد العلبة ديال الياغورت بالنكهة ديال الفاني، وواحد المعلقه كبيره ديال جوز الهند اللي كتعطيها واحد المذاق رائع. وهنا كنعتذر منكم نسيت البيض، ان شاء الله تشوفوه معايا في المقادير في الطريقه عفوا. اول خطوه غادي نخدموا السيرو اللي كنحتاجوا واحد الكاسرول، كنديروا فيها كاس هكا كبير ديال سنيده مع 2 كيسان ديال الماء، وغادي نديروهم فوق البوطه حتى كيغليو ويديروا لنا واحد الفقاعات كبارين ويتقال لنا ديك السيرو. هنا غادي نخدموا بالطريقه، نشوفوا الطريقه. كناخذوا هنا واحد الاناء وكنفرغوا فيهم هكا، ولا كنضيفوا فيهم ديك 3 الحبات ديال البيض. انا هنا عندي الحبات هكا شويه صغارين، كي ممكن نتوما ديروا غير 2 حبات ديال البيض اللي كيكون هكا شويه كبير. من بعد غادي نضيف ديك كاس هكا الا ربع ديال سنيده، مع واحد القبيصه ديال الملح بطبيعه الحال اللي كنضيفوها دائما في الحلويات ديالنا باش كتصحح لنا الذوق، مع كيس ديال الفاني. وكنبقى نخلط هكا مزيان حتى كتنسجم لي وكيذوب لي ديك السنيده مزيان. يعني ما كنحتاجوش هنا حتى ضعف لنا الحجم ديالها، غير مجرد انك تخلط لنا مزيان وديك السنيده كتذوب صافي كنضيفو كاس الا ربع ديال الزيت، وكنبقاو هكا كنحركو كنستمروا في التحريك حتى كيدخلنا ديك الزيت مزيان في الخليط. من بعد هنا غادي نضيفو ديك كاس الا ربع ديال الحليب، وكنستمروا هكا في الخليط كنخلطو مزيان. وغادي نضيف ديك العلبه ديال الياغورت اللي كتكون بالنكهه ديال الفاني. تيقوني هاد البسبوسه هادي بالياغورت كتجي مذاق رائع. وكما غادي تشوفوا معايا حتى السيرو ما غادي نضيف له حتى اضافه، تنخلي غير ديك الياغورت وديك النكهه ديال الفاني، والكيس ديال الفاني اللي ضفته حتى هو نخدم غير الفاني في الفاني. من بعد غادي نضيف ديك المعلقه كبيره ديال الكوك اولا جوز الهند اللي حتى هي كتعطيها واحد البنه واحد المذاق رائع للبسبوسه ديالنا. وكنبقى هكا كنستمر حتى كندخل ديك الكيس كامل اولا ديك المعلقه كامله ديال جوز الهند. من بعد كنضيف ديك 2 اكياس ديال الخميره ديال الحلويات او بيكين باودر، وغادي نبقى نضيف هكا واحد شويه ديال السميده دفعات بدفعات، يعني ما كنضيفوهاش دفعه واحده ديال السميده ديال الحرشه اولا السميده ديال البسبوسه. والسميده من الاحسن ما تضيفوهاش دفعه واحده، كنضيفوها هكا على شكل على 3 ديال الدفعات، كتجي احسن افضل باش كتجينا ديك البسبوسه هكاك مهويه من الداخل. وكنستمر هكا حتى كنضيف ديك السميده ديالي كامله، وانا مع التحريك المستمر باش ما كيوقعليش ديك الكويرات اولا ديك الحبيبات الصغارين في البسبوسه ديالي. هنا غادي نخليها على جنب حتى ندهن المول اللي غادي ندخلو فيها البسبوسه ديالنا للفران. انا دهنتها هنايا بالزبده ورشيتها هكا بشويه ديال السميده، وغادي نفرغ ديك الخليط ديال البسبوسه ديالي. انا هنايا خديت المول اللي تقريبا 30 على 25، كي ممكن نتوما تاخذوا المول يكون اصغر باش تجيكم عاليه وطالعه اكثر من اللي غادي تجيني انا كنفضلها البسبوسه هذه كنفضلها تكون عندي رقيقه، يعني ما كتعجبنيش تكون طالعه بزاف. وكنبقى هكا كنوزعها حتى كتاخذ لي على شكل المول. وهنا راني مسخنه الفران ديالي على 180 درجه، كندخلوها حتى كطيب لنا وكتخرج بهاد النتيجه هكا اللي كتكون محمره وطايبه مزيان، يعني متاكدين انها راه طايبه وكتاخذ لنا هذا اللون الذهبي اللي كيكون زوين وعاطي المنظر. من بعد هكا كناخذوا ديك السيرو اللي خدمنا في الاول في المرحله الاولى اللي بطبيعه الحال راه كيكون بارد، والبسبوسه ديالنا راه كتكون سخونه. واما كديروا العكس، يعني البسبوسه كتخليوها حتى كتبرد وعاد كطيبوا السيرو ديالكم كيكون سخون، وكتبقاو تسقيو بها هاد البسبوسه وكتبقاو تشربوها حتى كيبقى
نكملوا هذاك السيرو ديالنا كامل في البسبوسه ديالنا، وحنا كنستمروا هكا. هانتوما كما كتشوفوا راه البسبوسه ديالنا مع سخونه دغيا كتشرب لنا ديك السيرو، يعني ديك السيرو دغيا كيشرب وكتشربها. وهنا نكونوا سالينا السيرو. وهنا غادي نضيف معكم واحد الاضافه، ان ناخذ واحد شويه ديال العسل اللي كتعطيها واحد المذاق رائع، وبطبيعه الحال كتبقى اختياريه. ممكن دهنوا نتوما بشويه ديال الكونفيتور ولا الناباج، يعني اي حاجه كتفضلوها نتوما، ولكن تيقوني هاد الاضافه ديال العسل يعني كتعطيها واحد البنه، واحد المذاق غزال للبسبوسه ديالكم. يعني كتجينا في اللي ما كي زعما الصراحه اللي ما كيعرفهاش مزيان، يعني كيقول لك بحال قلب اللوز، وهي راه ما فيها حتى شويه ديال اللوز، يعني غير بسبوسه، يعني غير سميده. من بعد هنا غادي نزينوها بشويه ديال الكوك. من الاحسن الكوك يكون نوعيه جيده، وباش تعرفوا نوعيه جيده كيكون هكاك رقيق، يعني بحال مطحون، ومي هكا تبركوا عليه ما بين الاصابع ديالكم كيجيكم مرطب، وكيجي لكم بحال كيطلق لكم شويه ديال الزيت. هذا كيكون نوعيه جيده. كي ممكن نتوما تعوضوه باللوز كونكاسي ولا كاوكاو كونكاسي، يعني التزيين كيبقى اختياري، يعني نتوما وشنو عندكم متوفر وشنو نتوما كتحبوا. كما كتشوفوا انا هنا كنستمر هكا حتى كنكمل ديك الكوك ديالي كامل الوجه ديالو. وتيقوني راه ملي كيكون الكوك النوعيه جيده، يعني حتى البسبوسه كتجيكم زوينه والمذاق ديالها رائع، يعني حتى ديك الكوك كيزينها، لان بطبيعه الحال كيكون هو من الفوق، يعني في العضه كيجيكم زوين، يعني ما كيجيش ديك الكوك اللي كيكون هكاك خشين وناشف، يعني كيجينا ناشف. هذا كيكون واحد الكوك اللي زوين، وحتى العضه ديالو كتجينا رطبه، يعني ما كتجيناش خشينه هكاك. وهنا غادي نقطع معكم هكا على شكل مرصو باش تشوفوها من الداخل كي كتجينا، يعني كتجينا من الداخل خفيفه صراحه، لا كتجي خفيفه بزاف وكتجينا مشربه بديك السيرو. وحتى ديك الاضافه اللي كنضيفوا لها من الفوق ديالها بديال العسل، من الاحسن يكون نوعيه جيده ديال العسل، كيعطيها واحد المذاق رائع، يعني كتجي فيها ديك البسبوسه مذاق ديالها زوين. وهذا هو الشكل ديالها من الداخل. من بعد ما كان هكا كنقسموها من الداخل كتجينا بحال قلب اللوز كما قلت لكم، وهي راه غير بسبوسه عاديه، يعني كتوجد لنا بسرعه وبمقادير اللي بسيطه، يعني متوفره في اي بيت، يعني في اخر لحظه. يعني الوقيته اللي كتكوني كتصوبي فيها كويس داتاي ولا كويس ديال القهوه كتنوضي وكتوجديها، وكتوجد لك يعني كتوجد لك بواحد السرعه خياليه. كنتمنى من الله تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه وتجربوها وتعجبكم. وشكرا على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.